هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اخر ماده من مواد الخرسانه اللي هي ماء الخلط. اتكلمنا قبل كده عن الاسمنت وعن الاضافات عن الركام. الماده الاخيره هي ايه؟ ماء الخلط. كلمه واحده تلخص محاضره النهارده كلها: اي ميه انت تقدر تشربها ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحه تقدر تستخدمها في الخرسانه. يبقى اي ميه قابله للشرب من غير اي اختبارات، من غير اي حاجه، تقدر تستخدمها في الخرسانه. طيب ما ينفعش الا ميه الشرب. ممكن نتيجه شح الميه الواحد لازم يوفر كل قطره ميه. ممكن تستخدم الميه المعالجه، سواء ميه البحر المعالجه او ميه الصرف المعالجه او الميه الناتجه عن عمليات صناعه الخرسانه نفسها. تحتاج ترش الخرسانه بالميه بعد ما تشك. الميه اللي نازله دي ممكن نعيد استخدامها تاني في ميه الخلط تاني. بس اي نوع من الانواع دي مادام مش انت تقدر تشربها لازم تخضع للاختبارات وتبقى في الحدود اللي المواصفات بتقول لك عليها. يبقى هي مش هتبقى قابله للشرب، لكن تقدر تستخدمها في الخرسانه بعد اجراء الاختبارات عليها. ايه فايده الميه في الخرسانه؟ دورها ايه الميه في الخرسانه؟ اول حاجه عمليه التفاعلات وعمليه الاماهه بتاعت الاسمنت. الاسمنت نفسه محتاج تفاعلات كيميائيه عشان يتم، محتاج الميه دي نسبتها من 22 ل 26%، اللي تقدر الاسمنت يتفاعل معاه من 22 ل 26%. بنسمي الميه دي الميه المتحد او الماء المتحد، اللي هو بيتحد مع مع الاسمنت. تاني نوع من الميه بحتاجه عشان عمليه تشغيل الخرسانه نفسها. عمليه تشغيل الخرسانه نفسها بتحتاج تشحيم، بتحتاج ان اي حاجه تزحلق الركام عن بعضه، فيسهل لك عمليه الخلط، يسهل لك عمليه الصب، يسهل لك عمليه الدمج. فالعمليات اللي بتجرى على الخرسانه دي محتاجه تشغيليه، فبضيف كميه ميه زياده عن الميه بتاعه تفاعلات الاسمنت. بتبقى صغيره شويه من 12 ل 15%، وبسميه الماء الغير متحد او الماء الحر. كل ما كميه الميه قلت معاك في الخرسانه كل ما تقدر تجيب خرسانه مقاومتها اعلى والديمومه بتاعتها مع الزمن تكتر. اذا كميه الميه الى الاسمنت بسميها الووتر سيمنت ريشيو، W/C. كل ما الووتر سيمنت ريشيو دي نسبه الميه تقل عن نسبه الاسمنت اللي هتحطها في الخرسانه، كل ما الخرسانه بتاعتك تبقى السترينث بتاعها اعلى والديورابيلتي بتاعتها اعلى. طيب انت في الموقع بالنظر كده تعرف ازاي ان الخرسانه دي فيها ميه زياده ولا الميه بتاعتها مظبوطه؟ لما تبقى في البراويطه وهي بتتصب كده تبص على شكلها، لو لقيت الزلط بتاعها عايم على الوش كده، نص الزلطه كده في الخرسانه ونصها بره، تعرف ان الميه مظبوطه. لكن لما تلاقي خرسانه زي دي كده سطحها كله ميه والزلط كله تحت، اعرف ان الخرسانه دي ميه فيها زياده جدا، وبالتالي المقاومه في الاخر هتبقى هتبقى ضعيفه والديورابيلتي ضعيفه. طيب تاثير زياده الميه دي بقى ليه بتقلل المقاومه؟ اول حاجه لما تكون عندك كميه الميه قليله مع الاسمنت بيحصل عمليه التفاعلات ما بينهم. طيب لو زودت الميه دي، الروابط اللي بتتكون ما بين جزيئات الاسمنت دي هتضعف، وبالتالي مقاومه الخرسانه هتضعف. وكل ما بعدت المسافه ما بين الروابط دي هتبقى ضعيفه، انما لو قربتها من بعض الروابط اللي هتتكون نتيجه اماهه الاسمنت دي هتبقى هتبقى قويه. غير كمان بعد تسلط الخرسانه الميه اللي حوالين الاسمنت دي اللي ما اتحدتش مع حاجه خالص مع الاسمنت هتتبخر وهتسيب مكانها فراغات. لما يبقى الفراغات صغيره كده احسن ولا الفراغات تبقى كبيره؟ الفراغات كبيره معناها المساميه بتاعتها كبيره، معنى كده النفاذيه بتاعتك للميه هتكبر. الميه دخلت جوه الخرسانه هتصد الحديد، الديورابيلتي بتاعت الخرسانه هتقل اكيد. تاني حاجه بتؤدي ليها زياده الميه هي بطء عمليه الشك والتسلط. قلنا الخرسانه لما تحط عليها ميه كتير اكيد هتحتاج هتحتاج وقت كتير عشان تنشف، فبالتالي هتمنعك انك تقدر تفك الشدات اللي انت حاططها عشان تصب فيها الخرسانه. لما تيجي تصب في مناطق بارده هتلاقي الخرسانه محتاجه وقت كتير قوي عقبال ما تتسلط. لما تيجي الميه دي لما
شفنا كده في البراويط السطح بتاع الخرسانه عليه ميه من فوق كتير قوي، والميه دي تتبخر وتبقى السطح ده ضعيف قوي كده. حبيت تصب خرسانه فوقيها تانية، الفريكشن ده هيقل. انت عامل على طبقه ضعيفه، طبقه هشه فوق، عباره عن شويه ميه واسمنت مش خرسانه. فلما تيجي تصب خرسانه جديده على سطح خرسانه قديمه هش، الترابط ما بين السطحين دول ايه؟ هيقل جدا. ده انا مش عاوزه. انا عاوز الاثنين يبقوا ماسكين في بعض كانهم كتله ايه؟ واحده. ممكن مثلا تتعرض للموقف ده انك بتصب بلاطه كبيره جدا، مبنى كبير والسقف بتاعه واسع، واليوم خلص والعمال عاوزين يروحوا وانت لسه ما خلصتش السقف، فتحتاج انك توقف عند منطقه، صح؟ وتيجي تاني يوم تكمل. اخر حاجه كنا اتكلمنا عليها قبل كده هي الظواهر اللي بتحدث للخرسانه وهي طازجه، زي الانفصال الحبيبي والنزيف او النطح. قلنا الانفصال الحبيبي ان الركام الحبيبات بتاعته تتكون تحت والاسمنت والميه يبقوا ايه؟ يبقوا فوق، خلاص، وبالتالي ايه؟ هيبقى تحت فيه فراغات كتير وفوق فيه طبقه هشه. النزيف برضو الاسمنت يطلع فوق ويسيب الايه؟ الخرسانه او الركام تحت.